ليه؟ احنا مثلا دايما بنقول للمبتدئ تمام التزم بالقواعد. طب ليه التزم بالقواعد؟ يقول لك طب ما هو ماكدونالدز مثلا، يعني يقول لك ماكدونالدز ولا بيبسي ولا ليفربول، اي حاجه من البراندات الكبيره يعني، بيكتبوا مثلا بيعملوا مثلا محتوى من غير ما يقولوا مثلا هيدلاين، فنقول في فرق. انت ممكن تعمل ده، بس في فرق بين الكيس او من الحاله اللي وصلت لها ماكدونالدز. او البراند الكبير ده او مطعم الحياتي او اي حاجه تمام، وبين بينك انت دلوقتي. انا مش بقلل منه، لكن انا ليه بجبره على ده؟ عشان يبدا يعرف الموضوع فيبدا تتعلم يلتزم. القواعد عشان تعرف تكسرها اصلا. بالظبط، لحد ما يبدا يكسرها، يبدا يكسرها كشخص متمكن، يكون خلاص الناس عرفته والحاجات دي كلها تمام. بس هو لو كسرها بدري، ما احنا عملنا ايه؟ في نفس الحاجه. فانت مثلا معاك شخص، فمثلا بقول له والله انت حابب تبدا دلوقتي، خش عندنا على الجروب في كده خانه بالعربي اسمها الارشادات، بالانجليزي اسمها جايدز، خش عليها هتلاقي 17 وحده تعليميه. امم. الحاجات دي في تعلم الاخطاء الاملائيه، في الكونتنت، في الكوبي رايتنج، في السكريبت، في المقالات، في الستوري تيلينج. ده رود ماب كامل لاي ده حد رود ماب حابب ان تمشي هو يبقى عليه. كمان كونتنت احنا رايتر. يمكن طيب عظيم أوي. طيب انا دلوقتي اخدت القرار ان انا اشتغل في الكتابه، مم. بدأنا نشوف مصدر موحد. انت قلت انه في عندكم على الجروب جايدز زي رود ماب لاي حد حابب يشتغل في الكتابه، الحاجات دي مجانيه؟ مجانيه. حلو قوي، هنحط اللينك بتاعها على في الديسكريبشن. بعد ما اتعلمت مهم قوي ان انا اطبق بالظبط. واطلع قماش، بعد ما طلعت قماش ازاي اوصل لاول فرصه؟